في القرنين ال16 وال17 اسبانيا كانت واحده من اكبر الامبراطوريات على سطح الكوكب. مستعمراتها كانت في امريكا اللاتينيه، في المكسيك وبيرو وبوليفيا، وكانت مليانه مناجم فضه. والاسبان استغلوا الثروه دي بشكل جنوني لدرجه انهم طبعوا كميات كبيره جدا من عمله اسبانيه اسمها البيزو الاسباني، او زي ما كان بيتقال عليه وقتها سبانيش دولار. العمله دي انتشرت بشكل واسع جدا، مش بس في امريكا اللاتينيه لكن كمان في التجاره الدوليه، لانها كانت عمله موحده، فضتها نقيه ووزنها ثابت، وبالتالي التجار في كل مكان كانوا بيثقوا فيها. بمعنى تاني البيزو الاسباني كان عمله دوليه قبل ما حد يسمع اصلا عن الدولار الامريكي. لكن لما امريكا اعلنت استقلالها عن بريطانيا سنه 1776 حصلت مشكله ضخمه جدا. الدوله الجديده دي ما كانش عندها نظام نقدي واضح. الناس كانت بتتعامل بمجموعه عملات مختلفه، شويه عملات بريطانيه، شويه عملات اسبانيه، وعملات فرنسيه، وحتى سلع زي التبغ والحبوب في بعض المناطق. يعني من الاخر كان في فوضى في الفلوس. في وسط الحرب الثوريه ضد بريطانيا الكونجرس القاري حاول يحل المشكله دي، فاصدر ورقه نقديه اسمها الكونتيننتال. النيه كانت كويس، هنوفر وسيله موحده للتمويل والصرف، لكن التنفيذ كان كارثي لان الكونجرس طبع كميات ضخمه جدا من العمله دي ومن غير غطاء حقيقي من الذهب او الفضه، والنتيجه الطبيعيه التضخم انفجر والعمله فقدت قيمتها بسرعه رهيبه، لدرجه ان الامريكيين وقتها اخترعوا مثل شعبي عن العمله دي وكانوا بيقولوا not worth a continental، يعني ما تسواش حتى ورقه كونتيننتال. وده بيوضح قد ايه الناس فقدت الثقه فيها.